زي النهارده في 1 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول لك. نزول صحف سيدنا ابراهيم عليه السلام في اول ليله من شهر رمضان. امر الله تعالى ابراهيم بنشر دعوه الدين الحنيف. سافر ابراهيم عليه السلام لنشر الدين في العراق والشام ومصر والحجاز. نزلت صحف سيدنا ابراهيم في اول ليله من شهر رمضان بعد ان اتخذه الله خليلا وامره فيها ان يبلغ دعوه دين الله للناس، فانتقل من العراق الى الشام ثم الى مصر والحجاز، وهو الذي سمى امه محمد عليه الصلاه والسلام بالمسلمين، ولم يؤمن له من قومه غير ابن اخيه لوط. فتح مصر عام 20 هجريا الموافق 13 من أغسطس عام 641 ميلادية. دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر في 20 هجرية. تم فتح مصر بعد حصار حصن بابليون لمدة 7 شهور. كان فتح مصر علامة فارقة في التاريخ الإسلامي. وفاة الفيلسوف ابن سينا في 427 هجرية. فتح الأندلس في الأول من رمضان عام 91 هجريا. كان فتح الأندلس على يد موسى بن نصير في عهد الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. سلام.